عسلامة ومرحبا في فيديو جديد كما الناس الكل الصباح كوجينا والعشية خارجة حبيت نشارك معاكم أجواء هكا متاع نهير كيفاش عديتو. شفتوا الناس كيفاه تشطح وعاملة جو. هيا باش نبدا في الفيديو. هذه في الفطور عندي كعبة سردينة. كرهنا يعني الحاجات هكا الاوردينير، سردينة مقلية، حوت مقلي، حاسيلو قلت خلينا نعمل منه شوية هكا وصفات. يعني من نفس يعني الحوت هذاك هو بيدو عملت منه. باهي نحيت منه شوية باش نقليه والباقي نحيت له سلسول شطر باش نرحيه هكايا، حطيت معاه معدنوس وشوية ثوم وشطير راس بصل، كمية صغيرة يعني انا متاع هكا فطور بركة فهمتو، يعني صحن. المهم عملتهم هكاكا رحيتهم وباش نفوحهم ونعملهم كعابر باش نعملها مرقة، يعني كعابر سردينة بالصوص فهمتو، يعني او كحاجة نعديو بها والحوت مقلي عسيلو. ومن بعد زدت معاه تنوريكم تبارك الله كفة ووفى. باهي لهنا باش فوحت حطيت شوية كركم، شوية الثوم حطيته من الاول، كركم فلفل مرحي وملح هكا هاو، هذيك هي الحكاية. وكما قلت لكم فيه الثوم باش نعملهم كعبيرات. حطيت 3 جرينات فلفل هكاكا جويدين قليتهم في الزيت، ومن بعد هذاك الزيت هو بيدو نقصت عليه يعني الزيت ناقص شوية و وحطيت كعيبات الكعابر السردينة باش نبدا نقلي فيهم. خليت شوية ماكل الحشو هذاك متاع الكعابر، زدت عليه شوية معدنوس وشوية هريسة عربي وجبن مرحي باش نخلطهم كلهم ونعملهم حشو فك كعبات السردينة اللي نحيت لهم السلسول. يعني الحشو هو بيدو زدته شوية معدنوس وهريسة عربي وجبن مرحي هكا هاو باش يبدانا هكا تري مع بعضه فهمتوا، يعني حتى المعدنوس يلصق فك السردينة هذيك المرحية هكا هاو كما قلت لكم نحط الكعبة الأولى ونحط فوقها الحشو وفوقها الثانية هكاكا، وحاولوا ماذا بكم يعني مستويين هكا تختاروهم الكعبات هكا. هاو نمشي نزيد نكمل معاكم كعيبة أخرى. هذه تسمى سردينة محشية، يعني أنا توا هكا السردينة هذيك هو كيلو سردينة عملت منه يعني باش نقلي منه شوية، وعملت منه كعابر باش نعمل بهم الصوص هذيك السردينة المحشية. شوفوا لهنا الكعيبات الكعابر هاوكم تحمروا وما لصقوش ريتو، ما تحاولوا يعني خذوهم بركة يعني من غير ما تشدوهم فرشيطة. حاسيلو لهنا جبت مغرفة طماطم ومن غير فهريسة عربي وحليتهم في شوية ماء وباش نزيدهم على الكعيبيرات السردينة هذوكم ونخليهم يغليوا شوية. لهنا باش نزيد سنة ثوم خاطر ما حطيتش انا ثوم في المرقة، يعني الطماطم ما فوحتهاش بكل. زدت سنة ثوم وورقة وشوية ماء نخليها لين تغلي، وكهو احنا نحبوها ناشحة. كهو من بعد نغطيها ونخليها تطيب. لهنا هيك نشحت كما قلت لكم نحبوها خاطرة، احنا اللي يحبها هكا شوية اكثر فيها الصوص يزيد الماء، زدت شوية كمون وطفيتها. لهنا اكا السردينة بعد ما معناها قعدت فك الفاح جبت السميد الرطب هذايا وخلطتها بك السميد هذاك وباش نقليها. انا ملي جربتها بالسميد وليت ديما نعملها بالسميد هكا ما نعرفش علاش وليت تعجبني هكا، نحسها تولي هكا كروستيونت اكثر ملي كي تبدا سردينه ياسر طريه السردينه نحسها انا حاسيلو هكايا تجي بنينه بصراحه ونعرفش انا تعجبني هكايا. وليت ديما نعملها هكا هاو لهنا هذوما كعيبات السردينه اهوكم سيتابو، والكعيبات الاخرين السردينه المحشيه ما عملتهمش يعني لا فرينه لا سميد لا حتى شيء، خليتهم تقلاو هكاكا
لين تحمروا من اللوطة وتحمروا من فوق. ماذا بيكم ما تنقصوا شوية في الغاز، يعني تخليوهاش قوية باش يطيب لكم. حاسيلو هذه الصوص متاعنا هيك طابت. هذوك مكعبات الحوت، قصيت سليطة، وهكا هاو فطور خفيف ظريف من كل حاجة شوية. وهكا نوعوا، يعني مش لازم نشدوا في الحاجة اوردينير ونقعدوا. ومن بعد حبيت نشارككم هكا خرجة في الليل. كما تعرفوا في النهار دار، وفي الليل الخرجة ولا العشية حاسيلو. لهنا شوفوا حبيت نقولكم بالحق محليها كي المونتاليتي هذه تجينا لنا نحنا، اللي كل واحد يتلهي بروحه وكل واحد يعمل ايش يحب، ومعناها يعبر على فرحته كما هو يحب. يعني الناس فرحانة زاهية تشتح البرة، عاملين جوهم، اللي يصفق اللي يغني اللي يعني مونتاليتي بالحق. احنا ما عندناش المونتاليتي هذيك، كل واحد يتلهي في روحه. يعني احنا ديما نخافوا يا فلان يخزر لي، فلانة تخزر لي، توش باش يقولوا عليا. تبدا انت فرحان على الاخر، تحب تعيط ولا تحب تغني ولا تحب نعرفش هنا تشتح، تبدا هكا هاو هذيك تخزر لي وهذيك اش باش تقول عليا. هيك المونتاليتي ذيك الخايبة. وهو بالحق، يعني بالحق المهم يعني انت اللي في مخك ماهوش كذب. يعني انت باش تعبر على فرحتك، ناس تضحك عليك شو ما خفها، شبيها تعمل هكا ولا شبيها هذه عم تاع عمرها ولا دا شنو. عليه واحد كي يحب يفرح ويعبر على فرحته محليها. لهنا كما قلت لكم شوفوا وين تمشيوا شويه تلقاو ناس تغني، ناس تتفرج فيهم، ناس يصفقوا لهم، ناس يعطيوهم الفلوس، ثم زاد اللي يشطح معاهم. معناها الصيف ريتو يعني ناس تعمل جوها. يعني اللحظه اللي حست بها بالفرحه بالسعاده تعبر عليها. Les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. Bien, Kerry. Oh là là. Merci beaucoup. والله مصاب نحيوها كالعقلية، والناس كل تولي كل واحد يتلهي بروحه، وما يهمناش في الناس الأخرى، ما يهمناش يعني، ما يهمنا في حد. يعني كل واحد يستكفى بروحه، الناس كل تعيش مرتاحة وبخير. كهو هذاك فنان آخر هاو كيغني. المهم هذا كان فيديويا لليوم، وختمناها بكعيبات كلاس حاسيلو. ان شاء الله يا ربي في فيديو جديد، وان شاء الله عجبكم الفيديو، وبسلامة.